اطلع من جو الحنكة واساطير اول ما مر على الكورة لاعب يتقن الكنترول كثر محرز، واذا صنفت هاللقطة على انها كنترول بس انت كذا ظلمت رياض كنتر ووجه الكورة بنفس الوقت للمكان المطلوب، وخذ بالاعتبار شيئين: انها بالقدم الضعيفة اولا، وان المدافع كان اقرب للكورة من محرز، فمحرز ما كان ضامن وصول الكورة، مع ذلك طلع بهذه التحفة ما شاء الله تبارك الله عليه. وبشكل عام نسخة عظيمة قاعد يقدمها محرز هالموسم، اللاعب صار يساند دفاعيا وحيوي، يعني تشوفه بكل مكان بالملعب ويرش فرص طول المباراة، فإذا ما كان الصانع فهو أكيد أنه صاحب التمريرة المفتاحية. فلاحظ معي هنا محرز وكيف أنه مباشرة بعد ما شاف أن ما في حلول بالجهة اللي كان متوجه لها، أخذ له دوران سريع وعطى محمد عبد الرحمن تمريرة مفتاحية خيالية، ومحرز برضه استرجع جزء من مرونته، فتشوفه يراوغ أحيانا. ورغم ضغط مباريات وتداخل البطولات ما بين منتخب ونادي وتقدمه بالعمر، إلا أن كل هالأشياء ما أثرت عليه، وقاعد يقدم أجمل نسخة له مع الأهلي ما شاء الله عليه، وهذا رياض اللي نعرفه.